بياخد في اللايف الواحد مليون جنيه. ساب الهندسة ونجح في الشرطة واختار طريق الفلوس والشهرة. اتحول من ضابط شرطة الكل بيخاف منه وبيعمل له هيبة لدون جوان التيك توك، وبسبب إفهاته وجرأته في اللايفات عارف يعمل فلوس بالملايين، وبقى ساكن في أرقى الأماكن وبيركب أحدث وأفخم العربيات. بس بين يوم وليلة كده كل ده اتقلب عليه والنجومية والشهرة اتحولوا، وده بعد القبض عليه. مين بقى هو البلوجر شاكر محظور وإيه سر الاسم ده؟ تعالوا نعرف الحكاية. محمد شاكر شاب عادي من المنصورة، مولود سنة 95، داخل على الحياة بطاقة كبيرة جدا وطموح مش بيقف. بدأت رحلته في كلية الهندسة، بس شكله ما كانش لاقي نفسه وسط المعادلات والدوائر الكهربائية، فقرر بقى يحول المسار خالص ويجرب حاجة أكبر، وهي كلية الشرطة. دخلها وفعلا أثبت نفسه فيها وطلع من الدفعة بدرجات عالية جدا، وتخرج سنة 2017 وبقى نقيب شرطة في أسوان. هنا بقى كان عايش حياة مستقرة ببدلة وهيبة وناس بتعمل له ألف حساب، بس رغم كده بقى كان في جواه حاجة ناقصاه، لحد ما قرر يسيب الداخلية بسبب ظروف عائلية زي ما اتقال. بس يمكن السبب الحقيقي كان أكبر من كده بكتير. بعد فترة هدوء فجأة شاكر ظهر بشكل وصوت مختلف تماما، تحديدا كده في كلاب هاوس. بدأت بقى الناس تاخد بالها منه، طريقته، كلامه، حضوره، حاجة مش متعودين عليها. ومن هناك انطلق للتيك توك. أول لايف $2، تاني لايف 6، انما بعد كده بقى طلعة كده مش طبيعية في الارباح. شاكر ما استناش يطور من نفسه، فهم اللعبة وبقى ملك اللايفات، لدرجة انه كان بيكسب مليون جنيه في اللايف الواحد. ده بجد 3 ساعات لايف ومليون جنيه يبقوا في جيبه. كل ده خلى صورته تتعلق بين الناس كأول مؤثر مصري من نوعه، وبقى عنده بيت في مدينتي وراكب أفخم عربية. ده غير بقى 4,700,000 متابع على تيك توك، وأكتر من 890,000 على انستجرام، ولقبوه بدون جوان التيك توك. بس بقى ورا الضحكة والحركات اللي في اللايف دي كان في شيء كده بينتقده بعض الناس، وكانوا شايفين إنه بيقدم محتوى خادش خارج عن المألوف، مخالف لقيم المجتمع. ومن هنا بقى قرروا مجموعة من المحاميين يقدموا بلاغات. الناس بقى بدأت تتكلم والدايرة بتضيق. وفي يوم عادي جدا شاكر قاعد في كافيه في القاهرة الجديدة، فجأة الكافيه اتحول لمشهد النهاية. قوات الأمن دخلت قبضت عليه والاتهامات كانت جاهزة، وهي نشر محتوى غير لائق واستغلال السوشيال ميديا بشكل يخالف القانون والقيم. قبلها بساعات كان طالع لايف من بيته بيقول أنا مش بعمل حاجة غلط، أنا بشتغل من بيتي، وفي ناس عايزة تحطني في مشاكل غصب عني. بس الواضح إن القانون كان شايف بقى حاجة تانية. شاكر اتحول من نجم التيك توك الأول لمتهم رسمي في قضايا إلكترونية، زي غيره بقى من البلوجرز اللي وقعوا في نفس الفخ، السباق ورا الترند بغض النظر بقى عن الاتجاه. القصة دي مش بس عن شاكر، دي حكاية جيل كامل بيجري ورا الشهرة، بس ساعات بينسى إنه تحت الكاميرا في مسؤولية، وإن الشهرة ممكن تكون نعمة بس برضه ممكن تقلب لعنة. بس يا ترى بقى إيه اللي هيحصل للبلوجر شاكر؟ هل كده خلاص دي النهاية، ولا ممكن يرجع نشوفه تاني بس بطريقة ومحتوى مختلف؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.